مساء الفل يا رجاله. في فيديو النهارده هنتكلم عن تفاصيل واحداث يوم الخميس، وما تنساش كرنفال البرازيل. فيلا بينا ندخل على طول على فيديو النهارده. يلا بينا يا رجاله. طب يا رجاله، في الاول كده يوم الخميس القادم هيكون معانا تحديث، وده بمناسبه حاجتين. الحاجه الاولى نهايه الموسم الحالي وبدايه موسم جديد. اما بالنسبه للحاجه الثانيه فيوم 13/2 هيكون كرنفال البرازيل. فاللعبه لازم تعمل تحديث عشان تقدر تضيف في ملفات اللعبه احتفاليه كرنفال البرازيل. اما بالنسبه بقى للكرنفال فتعالوا كده نتكلم مع بعض عن الكرنفال اللي هيكون يوم 13/2. ممكن ينزل يوم الخميس القادم اللي هو هيكون 5/2، او ممكن تأجله الخميس اللي بعديه وتقريبا هيكون يوم 12/2. فده لسه مش عارفين او مش متأكدين منه، ولكن المتأكدين منه ان بعد التحديث كل حاجة هتنزل داخل ملفات اللعبة، سواء بقى نزل الخميس اللي جاي او اللي بعديه. فاحنا كل حاجة هنكون عارفينها من داخل ملفات اللعبة يوم الخميس القادم. اما بالنسبة بقى ايه اللي هيحصل في الكرنفال كتوقعات، هكلمك كتوقعات مش حاجة بشكل رسمي. ان الثلاث سنين اللي فاتوا نزل الكرنفال بس كانت الهدايا مختلفة. في سنين كانت كويسة، وكان في سنين ما كناش بناخد غير لعيبة هايلايت وما كانش ليهم يعني اهميه قوي، زي اللعيبه الليجندري اللي نزلت في سنه 2023، وكان في روبرتو كارلوس وروماريو وكان رونالدينو. وخدنا فتحه على الباك ده وكانت فتحه اسطوريه. طبعا كان في وقتها الباك ده كان مميز جدا، باك ليجندري. ما تستغربش اذا انت جديد. خدنا على الباك اللي انت شايفه ده فتحه مجانيه، وكنا مبسوطين جدا من الباك اللي نازل ده. كان روبرتو كارلوس كان في عزه، روماريو وكمان رونالدينو. اما جت في سنه تانية نزلت لنا الباك اللي انت شايفه ده، وده كان لعيبه هايلايت ولكن ما كانش احسن حاجه، وكان فيه طبعا كوينز. اما بالنسبه للسنه اللي بعدها نزلت الهدايا اللي انتم شايفينها دي، ونزل كمان المدرب زيكو. فمنتظرين برضو ان زيكو ينزل مع كرنفال البرازيل، وده وقته بقى له فتره كبيره ما بينزل. فاحتمال ينزل زيكو باللينك اب، فلو نزل انت هتجيبه ولا لا؟ دي تقريبا تاني او تالت مره ينزل له نسخه، بس هو ما كانش احسن حاجه صراحه يعني. وقول لي رايك في الكومنت لو انت جبت زيكو قبل كده، هل لعبت بيه؟ انا ما شفتش حد بيلعب بيه قدامي، فانت لو شايف حد لعب بزيكو لغايه دلوقتي بقول لي تمام. وقول لي كمان تتوقع ينزل بستايل ايه لو نزل مدرب زيكو. انا متهيألي هينزل ببوزيشن جيم، توقع يعني. زي هم لسه منزلين حد بوزيشن جيم قريب، ممكن يغيروه المره دي ويلعبوه اوت وايد عشان هم متمتعين جدا بالاوت وايد. فهنشوف طبعا زيكو هينزل بيه، وقول لي انت متوقع زيكو ينزل بستايل ايه. هنيجي بقى لجزء مهم جدا وهنتكلم ايه الباك اللي هيكون موجود اللي فيه 150 لاعب، مش الباك المجاني عن الحمله لسه هنتكلم عليه. الباك اللي هيكون موجود احتمال طبعا ناس كتير بتسرب وبتقول ان هو رونالدو الظاهره ينزل، بس ما توقعش ان هي كنا ممكن تنزله دلوقتي، مع ان هو ده انسب وقت انه ينزل فيه رونالدو الظاهره. ولكن كونامي ممكن تاجله للسنه الجايه عشان هي نزلت اساطير كتير جديد السنه دي، فتخلي حاجه للسنه الجايه. ده توقعاتي، وقول لي انت تتوقع ايه. هل رونالدو الظاهره ينزل الاسبوع ده ولا لا مع حمله الكرنفال؟ فمستني بقى، ده انسب وقت ليه. كرنفال البرازيل رونالدو الظاهره ينزل، ولكن ممكن انا متوقع السنه دي تنزل نسخه جديده لبلاي، ممكن، الله اعلم. انا بقول توقعاتي ومستنى تقول لي توقعاتك. هل رونالدو الظاهره هينزل ولا لا؟ فده مستنيه منك تكتبه في الكومنت. اما بالنسبه للحمله فمتوقع جدا ان هيكون في باك وفي لعيبه من البرازيل، يعني 3 4 لعيبه ايبك من البرازيل، ومعانا طبعا 300 400 لاعب في الباك طبعا مع الثلاث 4 لعيبه، وناخد مثلا 30 فتحه عليهم ويطلع لنا لعيبه بيزك كالعاده. يعني ده اللي انا متوقعه، ان هيجي لنا لعيبه بيزك، مش من ضمن المحظوظين. انا مش من ضمن المحظوظين اللي بيطلع لي لعيبه من اللعيبه المجانيه. انا عمر ما طلع لي لاعب، يعني قول لي انت كده بيطلع لك في الفتحات المجانيه دي لعيبه من الباكات دي ولا لا؟ انا بتفرج على شكلهم وافضل اقول انا نفسي في ده ونفسي في ده ونفسي في ده، وفي الاخر تديني لعيبه بيزك من الدور الارضي يعني. فانا مستني ان انت تقول لي رايك في الحمله دي، هل هيعمل كده ولا لا؟ برضو اكتب توقعاتك. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وما تنسوش تعمل اللايك والكومنت. الى اللقاء في حلقات قادمه.